مش مطار القاهرة القديم، ما بقاش قديم. بقى متطور جدا. بأمارة صالات السفر الكحيانة اللي قد كده دي. لا دي بقت شيك قوي وواسعة وشرحة وبرحة، حاجة تفتح النفس كده. وعلشان أخلص إجراءات السفر بقى أقف في طوابير طويلة كالعادة. ما بقاش فيه الكلام ده، موظفين الخدمات الأرضية دلوقتي بقوا موجودين في كل مكان، بينظموا حركة المسافرين وكمان بيقدموا مساعدات للناس الكبيرة في السن أو اللي عندها ظروف صحية. هتقولي ما كله بتمنه. اقول لك شوف العلامه دي معناها انك ما تديش تبس او بقشيش لاي حد بيشتغل في المطار، واليافطه دي متعلقه في اماكن واضحه جدا ومتنبه على العاملين انهم يلتزموا بيها. لو حصل معاك اي مخالفه يبقى من حقك تبلغ الاداره. حلو قوي. وبعد كده بقى ينتظروا رحلتهم ساعتين ثلاثه في اماكن الانتظار اللي احنا عارفينها الممله دي. اسكت، ما هي ما بقتش ممله، ده في السفر الدولي في كراسي للمساج وكبسولات للنوم كمان علشان اللي عايز يريح له شويه. طبعا عشان مسافر دولي، انما لو مسافر داخلي بقى ربنا معاه. مين قال لك كده؟ طب ايه رايك بقى ان انتظار الداخلي بقى فيه شاشات تلفزيون وكراسي جلد؟ ده اتعمل كيدز اريا مخصوص للاطفال علشان ما يحسوش بالملل. طب والحمامات بقى دي ما بنعرفش ندخلها. قصدك دي بقت بتبرق من النظافه، ولما نيجي راجعين من السفر بقى نقعد لنا حبه حلوين عند السير علشان نستلم الشنط بتاعتنا. خالص، مش بقول لك ان في موظفين منتشرين في كل مكان ومتدربين على تنظيم الرحلات دي وتسهيل خروج المسافرين علشان ما يحصلش تكدس. وانت ليه اصلا بتقولي الكلام ده كله دلوقتي؟ علشان لما نشوف حاجه حلوه طبيعي ان احنا نشجعها، لان هو ده اللي يليق بمصر واهلها.